تخيل معايا 7 اخوات يسيبوا العالم كله ويمشوا طريق الرهبنة. ازيكم؟ كان القديس بيمن المصري اتولد سنة 350 ميلادية في واحدة من بلاد مصر، وكان ليه 6 اخوات: يوحنا ويعقوب وأيوب ويوسف وإبراهيم. ال7 مع بعض اتفقوا يسيبوا محبة العالم ويمشوا في طريق الرهبنة. سكنوا في مكان بعيد في برية، وحملوا نير المسيح بحياة مليانة نسك وصلاة. أمهم في يوم اشتاقت تشوفهم، فراحت وقفت بعيد وبعتت ليهم عشان يقابلوها، لكن ردوا عليها وقالوا: انت مش هتشوفينا غير في الدهر الآتي. وهي فهمت قصدهم ورجعت وهي قلبها مليان إيمان. القديس بيمن كان معروف بحكمته، وكان مرشد ومعزي لكل الرهبان. أي حد كان بيجيله متجرب أو عليه روح شريرة، القديس كان بيصلي له وربنا بيشفيه. وساب تعليم جميلة من كلماته. قال: لو شفت أخوك غلط ما تقطعش رجائه، لكن شجعه ووقف جنبه، وعلم قلبك يقول اللي لسانك بينطق بيه. ولو بتصنع خير مع إنسان كويس السيرة، اعمل مع السيء أضعاف، لأنه مريض وعايز الدواء. وحكى عن راهب في دير الأمة تيموساوس، كان وقع في زلة، وكان طول الوقت بيبكي ويصرخ بيقول: يا رب اغفر لي، لحد ما سمع صوت ربنا بيقول له: أنا ما سبتكش غير علشان أنت تغافلت عن أخوك وقت محنته. وكان دايما القديس بيمي بيقول: لو سترنا خطايا إخواتنا ربنا يستر خطايانا، ولو فضحناهم ربنا يعمل معانا كده. بتنيح القديس يوم 4 نسيء بعد ما ساب سيرة طهرة وتعاليم تبني النفس. بركة صلاته فلتكن معنا جميعا. لو سمعت القصة لحد الآخر، لايك ومتابعة. لو انت على الفيسبوك، لو انت على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل زر الجرس.